حكاية فيلمنا النهاردة جميلة، فيها الحب والهيام وكمان الانتقام. لو عايز تعرف الحكاية من البداية للنهاية اتفرج معانا للآخر، وما تنساش اللايك والشير. ويلا بينا. بتبدأ حكايتنا بملافيسنت اللي عايشة في مملكة البراري المليانة بجنيات ومخلوقات سحرية جميلة وطيبة، وكان في عداوة كبيرة قوي بين المملكة دي ومملكة البشر اللي جنبها. ومملكة البشر كان معروف عن حاكمها انه ظالم يبلعك في بطنه ويحلف ان ما شافك. وفي يوم من الايام ملافيسنت كانت بتتمشى في المملكة وعرفت ان في حرامي من مملكة البشر كان هيموت لو اتمسك، لكن هي لما شافته قررت تساعده. بس طبعا ده مش تطوع منها، وهنعرف بعد كده هي هتساعده ليه. وبدأت تتكلم معاه وتقنعه يسلم الجوهرة اللي معاه وهي هتساعده وتقف معاه، وفعلا اقتنع وسلمها، وهي فضلت مأمناه لحد ما خرج. وبعدين عرفت ان هو اسمه ستيفن واهله كلهم ماتوا وهو عايش لوحده، وستيفن كان لازم يروح بس وعدها انه هيرجع لها تاني. وبعد اسبوع الراجل طلع قد كلامه وراح لها. وبعد مرور ساعات كتير ولعب اكتر وهو بيسلم عليها حصلت لها حاجة غريبة، حست بكهرباء في ايديها وهو بيسلم عليها. ساعتها خدت بالها انه لابس خاتم مصنوع من الحديد في ايديه، ولما سألها وده مشكلته معاكي ايه، قالت له ان الحديد بيأثر عليها وبيضعف من قوتها. هوب في ساعتها ستيفن قلع الخاتم ورماه، وساعتها هي فرحت وضحكت، وده حسسها انه ممكن يعمل اي حاجة عشانها. الاهتمام حلو مفيش كلام. وكان كل يوم بيجيلها وبيقعدوا يلعبوا مع بعض، والكلام ده فضل مستمر لحد ما بقى عندهم 16 سنة. وفي يوم جميل ستيفن اعترف لها بحبه واللي موجود في قلبه، وهي كمان قالت له انها معجبه بيه وعلى طول بتفكر فيه. ومع مرور الوقت والايام ملافيسنت كبرت وبقت من اكبر جنيات مملكه البراري، لكن هي كانت في الفتره دي زعلانه عشان ستيفن ما كانش بيجي وما تعرفش حاجه عنه. وطبعا مش محتاجه اقول لكم هي بتحبه قد ايه. فاكرين بقى ملك مملكة البشر الظالم كان عايز يدمر ملافيسنت بمملكتها بأي طريقة، بس كان برضه بيعمل لها ألف حساب لأنه عارف قوتها وإمكانياتها. وفي يوم بعت لها جيش قوي يحاربها، بس صدمتها ما كانتش هنا، صدمتها لما شافت إن قائد الجيش هو حبيبها اللي بعد عنها واختفى في ظروف غامضة. وده يخلينا نصدق مقولة نو أمان لأي مان. وملافيسنت حذرتهم يلموا نفسهم ويرجعوا مكانهم عشان لو قربوا خطوة كمان مش هيرجعوا سلام، ولكن هم ما سمعوش الكلام والحرب بدأت. بس طبعا ملافيسنت حاربت وكسبت، وطبعا اللي حصل ده أثر في الملك وبقى تعبان ومهموم عشان لما رجع من المعركة رجع مهزوم. وفي يوم جمع كل جنوده وقال لهم أنا عارف إنكم طمعانين في العرش، وعندي استعداد أخلي اللي هيجيب لي حقي من ملافيسنت ويقطع عليها وعلى قوتها هتنزله عن العرش، ومش بس كده أنا كمان هجوزه بنتي. وستيفن سمع الكلام وجري على ملافيسنت، مش عشان هو كويس وهيحذرها، لا ده عشان عايز يجيب اجلها، بس جابها لها بطريقه مختلفه شويه. عمل نفسه بيحكي لها اللي قاله الملك وانه خايف عليها، وهي عشان بتحبه صدقته. وهما بيتكلموا كانوا بيشربوا ميه هو اللي اداها لها، بس كان فيها مخدر عشان يقتلها، لكن لسه ليها في قلبه شويه احساس فما قدرش يقتلها، لكن قص جناحاتها وخدهم وراح بيهم للملك عشان يقول له انه قتلها. ولما صحيت ملافيسنت تاني يوم جالها حاله انهيار لما ما لقتش جناحاتها، لكن طبعا الملك لما شاف الجناحات طار من الفرحه، ولولا ان صحته ما كانتش سامحه كان قام واتنطط، وقام وصله وقال له انا هنفذ وعدي زي ما انت نفذت طلبي. ويا عيني ماليفيسنت ما كانتش قادره تقوم من الوجع اللي فيها، وفضلت تدور على عصايه عشان تسند عليها. وهي بتحاول تمشي كان في واحد عايز يصطاد غراب، لكن هي انقذته وحولته لانسان، ولما عملت كده هو وعدها انه هيفضل طول العمر ليها خدام، فخليته بقى ينقل لها الاخبار اللي بتدور في مملكه البشر. وفي يوم قال لها انه شاف ستيفن وهو بيلبس التاج وخلاص بقى ملك، واول ما سمعت فهمت السبب اللي خلاه يعمل فيها اللي عمله. وبعد شهور قال لها الغراب ان ستيفن خلف بنوته كتكوته واسمها ارورا، وعامل لها احتفال كبير وعازم في الحفله كل الناس اللي في مملكه البشر، وكمان في 3 جنيات من مملكه البراري، وده عشان يغنوا لها غنوه ويتمنوا لها امنيات حلوه. اول واحده اتمنت لها تطلع جميله جدا، والتانيه اتمنت لها تكون سعيده جدا، والتالته ما لحقتش تتمنى لان ماليفيسنت ظهرت في القصر في نفس الوقت. وبعدها بصت للي موجودين وقالت معقول كل دول مدعوين وانا الملكه ماليش دعوه؟ فرد ستيفن وقال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بصت له ما عبرتهوش اللي هو كلام العيال انا ما بسمعهوش، وقربت من البنت وقال يعني بتجيب لها الخير وهتتمنى لها امنيه عشان هي المفروض جنيه، لكن قالت عليها تعويذه وهي انها تكبر وتبقى جميله، واول ما تكمل 16 سنه تجرح ايديها بسن الابره وتدخل في غيبوبه ما تفوقش منها. والملك فضل يتحايل عليها ويترجاها تبعد عنها وترحمها، هي لما شافته كده فرحت فيه وطلبت منه يترجاها اكتر واكتر. والملك طبعا ما كانش همه حاجه غير انه يلحق بنته، وفعلا نفذ طلبها وقعد على ركبه. بصت له وقالت له بصي يا مسكين مفيش حاجه هتصحيها غير
بصة حب حقيقي، وبتضحك وبتسيبهم وتمشي. وبعد ما مشيت ستيفن كان عامل فيها زي المجنون وفضل يفكر يعمل ايه، ملقاش حل غير انه يكلف ال3 جنيات بحراسة أورورا. وفعلا نفذوا الأوامر، وبالليل خدوها وهربوا، وكانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا يخلوا الأمور تبان طبيعية ويتصرفوا زي البشر. واول حاجه عملوها خبوا العصيان السحريه عشان محدش يكشفهم، لكن ما خدوش بالهم ان الغراب كان بيراقبهم. وطبعا الغراب عرف مكانهم ورجع لميليفيسنت يبلغها، ولما عرفت المكان راحت لها عشان تشوفها وتخوفها، لكن الغريب ان أورورا لما شافتها ضحكت. وبعدها كانت بتعيط عشان جعانه، والجنيات كانوا مصممين ياكلوها جزر. واما الغراب حكى لميليفيسنت اللي حصل، خافت عليها وبعتت الغراب ياكلها ووصته يقعد جنبها لحد ما تاكل وكمان تنام. والجنيات ال3 اللي الملك وصاهم على أورورا كانوا سايبينها وبيلعبوا، وده اللي خلى ميليفيسنت متغاظه منهم ونزلت المطر عليهم عشان تضايقهم. والغراب ما كانش عاجبه اللي بيحصل، ولما قال لها قالت له ادينا بنتسلى شويه واللعب مش هيخسر. وستيفن ما كانش عايز يجيبها البر ويسكت ويسيبها في حالها، فبعت رجاله من عنده يهدوا سور ميليفيسنت، لكن زي ما راحوا زي ما رجعوا قالوا له ان السور حديد مسلح مهما عملنا فيه ما بيتاثرش. وبعد مرور كام سنه أورورا كبرت، بس كالعاده ال3 جنيات مش واخدين بالهم منها وقاعدين بيتخانقوا، بس برضه ده بسبب اللي عملته ميليفيسنت. وأورورا كانت بتجري ورا فراشه عاجباها وكانت هتقع من على صخره عاليه، لكن ميليفيسنت من غير تفكير جريت عليها ولحقتها، ومن ساعتها البنت حبتها. ولما شالتها ضحكت لها ولعبت في القرون اللي عندها. وبعد مرور كام سنه تانيين أورورا راحت عند السور، ورجاله ستيفن لما شافوها كانوا هيموتوها لانهم افتكروها ميليفيسنت، لكن كالعاده ميليفيسنت وصلت في وقت المناسب وحولت الغراب لذئب وخلت البنت تروح في النوم. وهم ماشيين الذئب كان عمال يتكلم كتير، فرجعته انسان يمكن يسكت شويه لكن ما سكتش، واخر ما زهقت خالص رجعته غراب. البنت وهي ماشيه شافت مخلوقات سحريه مش عاديه، ولما شافت ميليفيسنت قالت لها تعالي انا عارفاكي. بصت لها وقالت لها عارفاني؟ طيب عارفاني منين؟ قالت لها انت الجنيه الام بالنسبه لي، وانا على طول بحس بيكي، لكن تقريبا ميليفيسنت حظها وحش، كل اللي بتقع فيهم رغايين وهي ما بتحبش الرغي. وده اللي خلاها اول ما البنت جت تكمل كلامها نيمتها. وفي نفس الوقت مرات ستيفن كانت تعبانه وبتموت، بس هو ولا همه، ما هو ما كانش بيحبها، هو كان كل اللي شاغل تفكيره ازاي يخلص من ميليفيسنت. ونرجع لميليفيسنت اللي كانت سرحانه في البنت وهي بتتفرج على الجنيات، ونسيت انها عايزه تنتقم منها لدرجه انها فكرت تفك اللعنه اللي عملتها، وفعلا حاولت لكن فشلت لان خلاص فات الميعاد. وميليفيسنت حاولت كتير تقول لها الحقيقه، لكن هي ما كانتش مديها فرصه، وقالت لها انا هقول لعمته انها هعيش معاكي هنا عشان انام على الشجر واكل توت كتير. وفضلت ماشيه طول الطريق تفكر هتقول ايه لعمتها عشان تسيبها تعيش في الغابه. وهي ماشيه قابلت امير عرفها بنفسه، سالها عن مملكه ستيفن، وبعد كده سابها ومشي. وميليفيسنت طبعا كانت بتراقبها، والغراب جه وقف جنبها وفي ودنها قال لها الولد ده اللي في ايده الحل وهيفك اللعنه. فضحكت ضحكه مكسوره وقالت له مستحيل، عشان مفيش حاجه اسمها حب حقيقي، وكلهم مصطفى ابو حجر. والجنيات ال3 كانوا بيتكلموا هيرجعوها بعد عيد ميلادها ولا قبله، لكن البنت سمعتهم وعرفت كل حاجه، وساعتها بتجري على ميليفيسنت وبتقول لها انها السبب في اللعنه واللي هتحصل لها، وكمان قالت لها انها بتكرهها. وفي الوقت ده ميليفيسنت حست بالذنب، وأورورا جريت على باباها عشان تتحمى فيه، لكن هو رد فعله كان غريب، زعق لها وقال لها انها اتصرفت غلط عشان جت قبل ما تتم ال16 سنه، وامر الحراس ياخدوها وفي اوضتها يحبسوها. والجنيات ال3 رجعوا لحجمهم الصغير وبيدوروا على أورورا، لكن هي بتلاقي باب تاني وبتهرب من القصر، لكن النعله بتشتغل وبتجرح ايديها على طول وبيغمى عليها. وفي نفس الوقت ميليفيسنت كانت عايزه تلحقها فنيمت الامير وراحت لها، لكن وصلوا متاخر. لكن ميليفيسنت رمت الامير قصاد اوضتها، والجنيات ال3 اول ما شافوها سحبوه ودخلوا جوه اوضتها. قرب منها واستغرب انها نايمه، ولما قرب منها برضه ما صحيتش. وبعدها ميليفيسنت دخلت اوضتها وكانت بتعتذر لها على اللي عملته فيها، وبتقول لها انها ندمانه على اللي عملته فيها، بس هي لما عملت كده كانت متغاظه وقلبها موجوع وكله انتقام، وما كانتش تعرف انها تمر الايام وهتحبها بالشكل ده. وبتوعدها انها هتفضل جنبها وهتفضل تحميها، وبعدها بتبوسها في دماغها. ولان ميليفيسنت حبها لأورورا حقيقي، أورورا فتحت عينيها، وساعتها ميليفيسنت فرحت جدا. وستيفن عرف بوجود ميليفيسنت، وأورورا طلبت منها ترجع معاها المملكه، لكن فجاه في شبكه حديد وقعت على ميليفيسنت وبتاثر على قوتها، وقبل ما تتحرق الغراب بيتحول لتنين وبيطلع نار من بقه وبيشيل الشبكه من عليها. واول حاجه ميليفيسنت قالتها كانت لأورورا، وقالت لها اهربي بسرعه. والحراس كمان في الوقت ده قدروا يسيطروا على التنين. وأورورا لما هربت دخلت مكان شافت فيه جناحات ميليفيسنت اللي قصها ستيفن زمان. وستيفن قرر انه لازم يخلص من ميليفيسنت المره دي، وفعلا هجم عليها وضاعف قوتها اكتر. ولما كان خلاص هيموتها فجاه ميليفيسنت رجعت لها قوتها بجناحاتها بعد ما أورورا حررتهم. وساعتها مفيش اي حاجه بتاثر في ميليفيسنت وبتنقذ التنين
تنين وبيحاربوا الحراس سوا، وستيفن مفيش فايده فيه، رمى عليها سلسله عشان يمسكها لكن هي خدته وبتطير بره القصر وما حبتش تموته عشان خاطر بنته مش عشانه، لكن مجرد ما اديته ظهرها كان هيموتها فبتاخده وبتطير بيه من المكان العالي وبتسيبه وبيقع على الارض وبيموت، وكده تبقى انتقمت منه على اللي هو عمله معاها. وتاني يوم ماليفيسنت هدت السور اللي بين المملكتين وفتحتهم على بعض، وكمان لبست أورورا تاج وعملتها ملكة عليهم، والكل طبعا كان فرحان بيها. وبعدها بيروح لها الامير وبيعيشوا كلهم سوا في امان وسعاده. وتوته توته خلصت الحدوته، استنونا في فيلم جديد وقصه جديده. ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والسبسكرايب وكمان كومنت وشجعنا، عايزين نكبر حلمنا بيكم.